محطة مونديالية ليس ببعيد. دائما ملحمة قطر دائما نعيشها، ولو أن ملحمة قطر انتهت وعشناها سنة 2022. مونديال آخر، ملحمة أخرى في مونديال 2026، الحفاظ على الثقة عن المجموعة وعلى الأهداف وعلى المشروع ديال كرة القدم المغربية. ومن أجل ذلك فالطاقم التقني الجديد رفقة بعض العناصر الجديدة تشتغل على ذلك. شعيب المباركي أكيد يمكن هذا هو المشروع، وهبي رفقة الطاقم الجديد يسير على هذا النحو. صحيح، والحفاظ بالخصوص على الثقة داخل المجموعة. صحيح، هذا الشيء اللي كيشتغل عليه وهبي. صحيح قلنا ما كانش عنده الوقت كثير، ولكن قدر انه يوصل رسائل للاعبين، وكذلك الاشياء اللي اشتغل عليها في التدريب بانت في المباريات. اي مدرب غادي تسولو شنو الخلاصه نعم اللي كتاخذ من المباريات الوديه، لانه غيقول لك بان انا كتهمني انني صحيح كتهمنا النتيجه باش اللاعبين ياخذوا الثقه، وكذلك هو ياخذ الثقه، ولكن كيقول لك انا الاشياء الايجابيه اللي غناخذ من هذه المباريات غنحاول انني نطورها، والاشياء اللي ما كانتش، والاشياء الاخطاء اللي كانت في هذه المباريات غنحاول انني نتفادى. اللهم من الاحسن ان هذه الاخطاء تكون في مباريات وديه ونشتغل عليها باش ما تكونش في المباراتين الوديتين. ايضا ما نساوش ان المتابعه ايضا على هذا الرجل محمد وهبي بهذه الشخصيه الهادئه جدا، وبان بانه رجل كان مرتاحا في المباراه الاولى وايضا في المباراه الثانيه، وبهذا الارتياح انه اوصل الثقه والارتياح لباقي العناصر الوطنيه. نتابع دائما محمد وهبي كيف يتحدث عن هذا الموضوع. وحديث محمد وهبي في ارتياح بطبيعه الحال لكل العناصر الوطنيه، بما احتل العناصر الاخرى اللي كينادي عليهم ليلتحقوا ايضا مجددا المنتخب الوطني. بطبيعه الحال يعني قلنا بان حتى ذاك الارتياح ديال الناخب الوطني والثقه ديالو كتساهم بشكل كثير داخل المجموعه ديال الفرق. شوف هذا هو ملي كنقولوا ملي كتكون الاستمراريه. دابا تكون عندك واحد المشروع، ماشي غادي تجيب واحد غادي يحيد داكشي اللي دار تحافظ عليه اكيد، وغادي لا خاصك تحافظ عليه وتزيد تطور، لان ليكزيجونس راه كترتفع. راه الان المنتخب جوج مباريات لعبنا، راه المنتخب ديال الاكواتور راه دار لك الضغط العالي، ولكن خرجتي كره. جيتي للمنتخب ديال الباراغواي دار لك ان موديل دو جو، دار لك او نيفو ديفونسيف ديال كان بلوك ميديوم با كومباكت، فهمتيني، ولكن لقيتي حلول. ليسونسيال هو كاين عمل ان شاء الله، ان شاء الله التوفيق، ونتمنوا العناصر الوطنيه ما تكون لا اصابات لا والو. كل التوفيق اكيد للعناصر الوطنيه في مقبل الاستحقاقات اقرب بطبيعه الحال هو مونديال 2026.